السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نوليرا دوت كوم. نكمل درس السادس الجزء الثاني. الدرس ده هنتكلم على حاجة مهمة جدا، هي الكروبينج، او بمعنى اصح التحريك. بس هنا انت مش هتحرك الفيديو في التراكات، لا انت هتحرك الفيديو نفسه في العرض، اثناء العرض يتحرك ولا يفضل ثابت. فتعالوا نبدأ. واحنا في البروجكت ميديا، import project، import media. هنجيب ممكن فيديو، ممكن صورة. خلينا صورة عشان تبقى أفضل وسهل في التعامل معها، لكن طبعا الفكرة بتبقى على الفيديو، على الصورة، على كل حاجة. اوكي. نضغط عليها ونسحبها نحطها هنا. عايزين نكبر شوية بالبكرة بتاعة الماوس. ماشي. ديت أداة الكروبينج أو الإيفنت بان. هنضغط عليها، دي المختصة بالتحريك، هنضغط عليها زي ما انت شايف فتح لنا دلوقتي النافذة بتاعة الايه الكروبينج. ممكن ايه نجيبها شوية كده بس فوق. اول ما تفتح الكرومنج، لو انت شغال خصوصا على السوني فيجاس 10 والسوني فيجاس 11، لازم اول ما تفتح الكرومنج تتاكد ان انت نشطت القفل ده، لازم. طيب القفل ده يعني لازمته ايه؟ القفل ده علشان لما تيجي تتحرك على البار تشوف الحركه، عرض الحركه تشوفه هنا. لو انت خدت بالك في التريمر، كنا لما بنفتح التريمر لما نيجي بنحرك البار بتاع التريمر كان بيتعرض. هنا المفروض برضو انه يتعرض، بس مش هيتعرض الا لما تنشط دي. لازم اول ما تفتح الكروبنج لازم تنشط القفل، لازم تنشط القفل. تمام. طب احنا دلوقتي كده ايه نشطنا القفل. ايه بقى الكروبنج بقى؟ الكروبنج عايزين بس حاجة بسيطة، ممكن ندخله هنا كده. ايوه، عشان تشوفوا المونيتور وتشوفوا الكروبنج وتشوفوا البار نفسه عامل ازاي. اول حاجه هو طبعا مش واقف دلوقتي، المفروض دلوقتي ان هو واقف على فريم فاضي، عشان كده جايب لك المونيتور هنا مفيش حاجه. لكن لو احنا مثلا ضغطنا هنا في نص الصوره، جميل قوي، الصوره هنا ايه ظهرت. هنقف هنا وبعدين بالبقره بتاعه الماوس هنسحب كده، نعمل زوم ان، وكده بنعمل ايه زوم اوت، بس عشان نبقى نعرف نشوف هنعمل ايه زوم اوت. نيجي برضه نوسع مكان شويه. ايه بقى فايده الكروبنج؟ اضغط بالكليك شمال على على المربع بتاع الكروبنج، وبعدين حرك مثلا يمين او شمال. بص، انا عايزك تركز معايا عشان تفهم بالظبط الفكره عامله ازاي. واخد بالك؟ بحرك يمين، حرك شمال، الصوره بتتحرك. واخد بالك؟ اذا انا ممكن الصوره تبقى ايه دلوقتي مش موجوده خالص، هنا كده الصوره موجوده. هعمل كنترول زد تراجع. طب انا ممكن دلوقتي اعمل زوم ان وزوم اوت. طبعا لو انا جيت هنا وقفت وسحبت لفوق، بص اعمل ايه، بيعمل زوم اوت للصوره. طيب لو انا سحبت لجوه، بيعمل زوم ان. بالظبط كده. اعتبر ان المربع ده اهو اللي انا بشاور عليه بتاع الكروبنج، اعتبره العدسه او اعتبره عينك. لو انا جيت هنا على الطرف ودخلت قوي، شوف، خليت العدسه متحدده على الكاسل، على القلعه. تمام. عشان كده القلعه هنا بس باينه. انا ممكن كمان اسحب واعمل على كلمه ايه نوليرا، اذا هنا بس ايه نوليرا هي الايه اللي باينه. اذا ديت بالظبط عامله زي العدسه، بس في حاجه بقى. لو انت وقفت هنا على الزاويه وشديت، بيشد بأبعاد متساوية، بمعنى بيشد برضه بمستطيل، يعني بالطول زي العرض. هو بيدي نسبة ما بينهم، بيدي نسبة بين الطول ويدي نسبة بين العرض. ليه؟ لأن أنت منشط الخيار بتاع aspect ratio. لكن لو احنا قفلنا الخيار بتاع الأول نعمل تراجع، بعد كده نقفل الخيار بتاع aspect ratio. بص بقى لما أجي هنا، لما أجي مثلا هنا كده وأقفل، شفت قفل ازاي؟ قفل من الجناب بس، ما قفلش من فوق وتحت. ليه؟ لان انا مش مدي له الامر يقفل لي الطول زي العرض. فتعالى نعمل تراجع. تعالى بقى ننشطه. تعالى نقفل بقى ونشوف بعد التنشيط. بيعمل زوم. ليه؟ بيخش طول زي العرض. ليه؟ لان انا نشطت الايه الاسبكت ريشيو. بالنسبه للاداه دي اداه الحركه. يعني مثلا انا كده بتحرك في جميع الاتجاهات. هنا لو انا ضغطت عليها ضغطه واحده بس كده، هخليه يتحرك يمين وشمال. خد بالك انا دلوقتي شوف بطلع فوق ما بيطلعش معايا ولا بينزل، هو دلوقتي بقى فوق وتحت بس. ماشي. كنترول زد نفس الحركه برضو، لو احنا عملنا الايه لفوق هيطلع فوق وينزل تحت بس. كنترول زد. في بقى يا جماعه حاجه مهمه جدا انا عايز اقولها لكم. ازاي ان انت تحرك الفيديو نفسه وهو ماشي.
هقول لكم برضه دلوقتي انا عملت ايه الحركه دي. واحد هيقول لي طيب انا دلوقتي مش عايز اصغر بس واكبر بس، انا عايز الفيديو يبدا مالي الشاشه واثناء العرض يبدا يصغر، او يبقى صغير واثناء العرض يكبر، او يبقى على اليمين واثناء العرض يبقى على الشمال، وهكذا. اولا ده الطول بتاع الايه مدة الفيديو نفسه تقريبا 4 ثواني. مدة الصورة، عرض الصورة تقريبا 4 ثواني بس. جميل. هنا بداية الصورة، بداية الصورة في كي فريم محطوط. جميل. اوكي. لو انا عايز اخلي بقى الصورة تعمل زوم ان اثناء الحركة، هاجي معايا هنا، اضغط هنا ضغطة كده وهات المؤشر للاخر، احنا عايزين المؤشر يجي للاخر. جميل. احنا كده جبنا المؤشر للاخر. اوكي. هضغط بقى دبل كليك، حط كي فريم. تقولي برضو انا مش فاهم انت كل ده بتحاول تعمل ايه. هقول لك هتفهم دلوقتي. بعد ما تضغط كي فريم تعالى وضيق دي شويه. ممكن بعد ما نضيقها نحطها على كلمه ايه مثلا نوليرا. شوف بقى دلوقتي بقى، تعالى اقف على اول كي فريم. بص بقى لما امشي ايه اللي هيحصل. خدت بالك بيعمل ايه؟ بادئ كبير، طول ما انا ماشي بيعمل زوم ان زوم ان على كلمه نوليرا، زوم ان لحد ما يجي في الاخر. اذا الكي فريم عباره عن نقط، بقول له الفيديو بيبدأ هنا وهو وضعه كذا، عايزه في نهاية الفيلم يكون وضعه كذا. الفيلم في بداية الفيديو مثلا وضعه يكون كبير، في آخر فيلم عايز وضعه يكون صغير. مش لازم في نهاية الفيلم، ده ممكن في نص الفيلم. يعني تعالى مثلا نمسح ديت. طبعا بقف على كي فريم واضغط ديليت من الكيبورد بيمسح. هقول له خليه هو هنا كده. هقول له بعد مثلا شوية، بدل ما اعمل دبل كليك واصغر، ممكن اصغر على طول. بص بمجرد ما انا اصغر هو حط اوتوماتيك كي فريم، لان في تغيير في الحركه. فهو بيقول لي تغيير الحركه دوت، انا هحط لك كي فريم واحط لك عليه الايه التغيير. جميل. صغرنا 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 على الايه على القلعه. يبقى انا بقول له ابدا بشاشه كبيره طول ما انت ماشي المده ديت، عايزك تنتهي هنا وانت عامل زوم على القلعه، وتمشي شويه وتنتهي وانت عامل زوم على كلمه نوليرا. بعد كده تمشي لنهايه الفيديو تكون كبرت تاني. لو عايز تجيب الحجم بالظبط ديفولت، حط هنا كي فريم. جميل. ممكن احنا اصلا نقفل خالص الكروبنج. تعال بقى هنا على بداية الفيديو، تك بقى بلاي وشوف اللي حصل. زوم على القلعة، كي فريم التاني، نط لي على كلمة نوليرا، على نهاية الفيديو رجع تاني لوضعه الايه الاصل. الفكرة سهلة وانتوا لو طبقتوها هتفهموها كويس اوي. ولو دخلنا تاني هنا على الكروبنج، كل ما بخش عليه بيجي لي الكي فريم بتاعتي عاملة ازاي. خد بالك. لو برضه عشان هعمل نفس التوتوريال ده تاني عشان تفهموه، همسح تاني اهوت. هقول له وانت كبير عايزك تمشي شوية وتعمل لي بقى الاول على كلمة نوليرا، بس المرة دي عايزك تلف تعمل روتيشن. روتيشن ازاي؟ بص لو انا وقفت على الاطراف بيحول الماوس لشكل ايه، لشكل دايرة. فهستغل اول كده نقطة تيجي وانا على شكل دايرة واضغط والف، الف يمين او الف شمال براحتي. فاقول له انا عايزك تلف لي شوية. اوكي. بعدين تمشي شوية، وبعدين يا معلم تيجي على القلعة، وبعدين تلف العكس، وبعدين تمشي شوية، او خليك تمشي لنهاية الفيديو ماشي، وتيجي على الجبل مثلا اللي هنا وتلف نفسك خالص بقى، عايزك تشقلب نفسك خالص. جميل. هقفل. تعالوا نشوف احنا عملنا يعني ايه. نقف في الاول، التك بلاي، قرب مع روتيشن، وقرب على القلعة تاني مع روتيشن، والتالت على الجبل الصغير وانتهى وايه ووقف عليه. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الفكرة. الكرومنج ده مفيد جدا. طبعا انت ممكن بقى تحط صورتين تلاتة تحت بعض. جميل. تحط صورتين تلاتة تحت بعض هنا كده، ولا صغر. احط بقى هنا بقى مثلا كذا صورة هنا تحت بعض، والاولانية اخليها تصغر، فطبعا لما تصغر اللي تحتها ايه هتبان. فخلي كمان اللي تحتها تتحرك، واحط لكل واحدة فيهم روتيشن. لو انتوا جربتوها هتلاقوا في النهاية انتوا عملتوا اشكال متحركة كتير تتعرض على الشاشة.